السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. محتارة ومش عارفة تعملي أكل إيه لولادك النهاردة؟ طب عروسة وحماتك بتقولك دوقيني يا مرات ابني الفطير المشلتت من عمايل إيديكي. تعالي ورايا، هاتي شوية دقيق وهنعمل أحلى فطير مشلتت بكل أسراره وتكاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل الفطير المشلتت بأسرار جديدة وتكات وتريكات حكاية. هقول لكم على 3 أسرار لو مشينا عليها هنعمل فطير تحفة ومورق وهش وطري، حاجة كده فوق الخيال. كمان هنعمله بأسهل طريقة فرد، من غير بقى ما تفردي وتورقي والكلام ده كله. معايا كيلو من الدقيق منخول، ومعايا معلقتين من السكر الحبيبات، نص معلقة من الملح، و600 ملي من المية. وطبعا مش هننزل بالمية كلها مرة واحدة، ومش هتكون دي كمية المية كلها، هتشوفوا معايا في الفيديو. هستخدم لكيلو الدقيق قد ايه، وطبعا لان المية بتختلف او الدقيق بيختلف في كمية السوائل اللي بيشربها او بيحتاج لها من نوع دقيق لنوع تاني. خدت هنا جزء من المية حوالي كوباية، ونزلت بيه السكر بتاعي الحبيبات والملح، وهبتدي ان انا ادوبهم كويس جدا لحد ما يختفوا كده في المية بتاعتي. وهبتدي ان انا هنزل بيهم على الدقيق واحدة واحدة، مش هنزل بيهم على طول. وهبتدي كده ان انا الم الدقيق بتاعي لحد ما الدقيق كده ما يخش كده مع السوائل او الكمية بتاعت المية. يعني انسم الدقيق كده في الاول بالمية بتاعتي، اتوهه كده في المية. وهبتدي بقى ان انا استغنى عن الاسباتولا، وطبعا بنزل بالمية واحدة واحدة، ودي نقطة مهمة. هقلب كده العجين بتاعي او الدقيق في السوائل، وخلاص بقى كده مرحلة الاسباتولا خلاص انتهت. وهنبتدي بقى الشغل اللي على اصوله، هنعجن بايدينا. خدنا برضو كمية من المية، وهنبتدي ان احنا كده نلم العجينة بايدينا. والفطير المشلتت سر من اسرار نجاحه العجن التمام، وان العجينة تكون مخدومة كويس جدا. ده اول سر من اسرار نجاح الفطير المشلتت، انك تعجني كويس جدا. يعني هنلت ونعجن ونلف العجينة يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما ناخد عجينة ناعمة طرية بتلزق في ايدينا الى حد ما. حبيت اوريكم طبعا لحبايبي اللي لسه مبتدئين او اللي بيخافوا يعملوا الفطير المشلتت، حبيت اوريهم الطريقة بالظبط ازاي بنلم العجينة. وطبعا كمية السوائل زي ما قلتلكوا بتختلف من دقيق او من نوع دقيق لنوع تاني. هنلم بقى العجينة كده في البولة بتاعتنا، وبعد كده هننزل بيها على الرخامة عشان نعرف نلت ونعجن فيها كويس جدا. عجينة الفطير بتحب العجن التمام، لو خدمتيها في العجين هتطلع معاكي الفطيرة ولا في الأحلام، هتطلع معاكي حاجة فاخر من الآخر. زي ما قلتلك ما تنزليش بالسوائل كلها مرة واحدة. هننزل بالسوائل أول طبعا المية، لأن الدقيق عبارة عن مية ودقيق وملح. خلاص كده طبعا ما خلصناش عجن، احنا بس دي أول مرحلة كده، ريحنا العجينة شوية وشيلنا بقى كل حاجة من على الرخامة، ونقطة زيت صغيرة جدا كده، ونزلنا بالعجينة بقى كده على المفرش السيليكون بتاعنا. وهنبتدي بقى الشغل التمام. هنا بقى المرحلة دي أهم ما في الموضوع. لو خدمتي العجينة صح هتاخدي فطيرة ممتازة.
هنا عندي 200 مللي من المية خليتهم جنبي كده، وهبتدي ان انا انسم بيها العجينة. يعني ايه انسم بيها؟ يعني هرش المية كده ما بين صوابع ايديا واحدة واحدة، وانا بعجن كده في العجينة ما بين ايديا. ومهمة المية هنا ان هي ما بتخليش العجينة تلزق في ايدي، وكمان بتنعملي العجينة وتطرهالي، بحيث ان ايه، اعرف ان انا اخدها واروح واجي بيها كده ما بين ايديا زي ما انت شايفة. طبعًا بتاخد معانا لو هنعجن على إيدينا مش أقل من 10، 12 دقيقة لحد ما نوصل لقوام يكون طري، وتكون العجينة بتلزق كده معايا. وباختبر العجينة إزاي باعرف إن هي خلاص كده نعمت معايا؟ يعني باشدها كده بتبقى مش بتقطّع معايا، لكن طول ما هي بتقطّع معاكِ كده ولسه ما نعمتش معاكِ وبقت بتلزق شوية، يبقى هي لسه عايزة تتخدم، يعني عايزة تتعجن كويس جدًا. زي ما أنتِ شايفة أنا طوّلت لِك شوية في المراحل بتاعة العجن عشان اللي هيعجن على إيديه. أمّا لو هتعجني في العجان، طبعًا العجان هو اللي بيقوم بالمهمة دي. أنتِ مجرد إن أنتِ بتحطي المَيّة والدقيق وشوية الملح، وهو بقى إيه، بيقوم بمراحل العجن. لكن حبايبنا اللي بيعجنوا على ايديهم زي حالتنا كده، حبيت ان انا اوريهم الخطوات تكون واضحة جدا، وتبقى ما فيهاش اي حاجة كده مش واضحة معانا. زي ما قلتلك انا ما بحطش المية على طول، انا هنا عندي 200 ملي، وهقول لكم انا خدت منهم قد ايه. في الاول في بداية العجن استخدمت 600 ملي مية فترة من الحنفية، وخليت جنبي 200 ملي، يعني كوباية كده من الكوبايات المعيارية، حطيتها جنبي وبدأت ان انا اعجن كده في العجينة. وخلاص العجينة عايزة ترتاح شوية، بسيبها ترتاح. يعني ممكن أثناء العجن أسيبها ترتاح مرتين تلاتة. أول مرة سبتها ترتاح وهي في البولة، وتاني مرة زي ما انتوا شفتوا كده سبتها ترتاح يعني 5 دقايق وبرجع لها تاني. ده بيساعد ان العجينة تتحرك معايا كده بسهولة، وتتعجن معايا بسهولة. والسر من أسرار نجاح الفطير انك تريحيه. طبعا هو ما فيهوش خميرة، فمش هيحتاج ان هو يتخمر، لكن سر نجاحه العجين التمام، انك تخدمي العجينة في العجن، وكمان ان انت تريحيها فترة يعني مناسبة. خلاص عجناها كده وبقت بتلزق في ايدينا. عندي بقى صينية كده دهنتها رشة كده بسيطة او دهنة بسيطة من الزيت، وهبتدي بقى ان انا هقطع العجينة بتاعتي الكور صغيرة. طب انتي مش هتريحيها؟ لا هريحها، بس انا برضو بحب اختصر في الوقت. بدل ما انا اريحها وهي عجينة كده على بعضها او كرة كبيرة على بعضها، لا احنا هنشكلها وهنسيبها كده نص ساعة ترتاح معايا. يبقى احنا كده اختصرنا في المراحل، بدل ما تريحيها وهي عجينة وبعد كده تشكليها كور وتسيبيها ترتاح، لا احنا هنسيبها ترتاح المدة على بعضها بعد التشكيل. هنا هنقطع بقى كده العجينة، يعني بالنظر كده عاملة زي البرتقانية البلدي كده الصغيرة. ولو حابة تكبريها مفيش مشكلة، دي حاجة ترجعلك. بلف العجينة كده وادورها ما بين ايديا، بتتلف معاكي بمنتهى السهولة، لان العجينة مخدومة كويس في العجن. كل ما زي ما قلتلك ما تعجني العجينة وتخدميها صح، هتريحك في المراحل اللي جاية كلها. هنشكل بقى كده. انا شكلت معايا حوالي 39 29 او 30 كورة كده من العجين. وهنبتدي بقى ان احنا نغطيه زي ما انتوا شايفين كده. شكلنا كل العجينة، عملت لي حوالي من 30 او 29 كورة صغيرة كده من الفطاير. وهنغطيها كده ب كيس نايلون كده او كيس مطبخ. بس الاول هندهن وشها بالزيت عشان ما تنشفش معايا. انا هنا كنت بدهن ايدي كده كمية بسيطة من الزيت، وبندهن الوش عشان ما ينشفش معانا. وهنسيبها بقى ترتاح مش اقل من نص ساعة. زي ما قلنا تريحي العجينة تساعدك جدا،
وتديكي نتيجة ناجحة 1,000,000%. هنسيبها نص ساعة ونرجع لها. اوعي تنسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده العجينة اعرف ازاي ان هي ارتاحت. زي ما انتوا شايفين الكرة دي، انا كنت قبل يعني ما اوريها لكم كنت ضغطت عليها كده ضغطة، بس حبيت اوريكم معايا. شايفين لما بتضغطي عليها ما بترجعش تاني، صبعك مكان صبعك ما بيرجعش تاني لفوق. ده معناها ان العجينة بتاعتك ارتاحت كويس جدا. خلاص هنبتدي بقى نشكل. نقطة صغيرة من الزيت، لو حابة ان انتي تحطي سمنة مفيش مشكلة، بس لو الجو برد عندك السمنة هتتجمد ومش هتعرفي تشتغلي، لكن الزيت بيدي سهولة لفرد العجينة او الفطير بتاعك. فالافضل ان انتي تستخدمي الزيت. هنا بقى عندي الكمية بتاعة السمنة اللي احنا هنورق بيها او هندهن بيها الفطير بتاعنا. اللي موجود عندك اشتغلي بيه، عندك سمنة بس اشتغلي بيها، عندك سمنة بلدي خير وبركة، عندك سمنة نباتي مفيش مشكلة شغالة، عندك زبدة تمام، عايزة تخلطي زبدة مع سمنة برضو مفيش مشكلة، زيت على زبدة وسمنة برضو مفيش مشكلة. يعني ما تأيديش نفسك، اللي موجود عندك اشتغلي بيه وهيطلع أحسن نتيجة بفضل الله وبإذن الله. زي ما انت شايفة العجينة بتاعتي بتجري ما بين صوابعي، لا محتاجة بقى ان انا افردها بنشابة ولا اي حاجة. ليه؟ لان العجينة اولا اتخدمت كويس جدا في العجن، ثانيا ارتاحت مدة كفاية ومناسبة، هتلاقيها مجرد ان انت بايديكي كده يمين وشمال هتتفرد معاكي. طيب هعمل الفطيرة كام كورة؟ دي حاجة ترجعلك. لو بتحبيه كبير هتعملي الكمية اللي احنا عاملينها دي تتعمل فطيرتين. يعني لو بتحبي الفطير يكون فطير كده كبير حجم كبير، يبقى الكمية دي اللي هم حوالي 30 كورة هيتقسموا على 2، يعني هيدوكي فطيرتين كبار. طب لو بتحبيه وسط تبقى الواحدة حوالي 10 كور. انا هنا هطلع منه ان شاء الله 4 فطاير من الكيلو الدقيق. حجم كده يعني مش صغير قوي، هو حجم متوسط. طبعا هنا كده احنا بندهن وش العجين بتاعي او الفطيرة بتاعتي. بدهنها بسمنة التوريق او بالزبدة بتاعتك. وهنحط بقى كل واحدة هنفردها من العجينة او الفطيرة بتاعتك دي هتحطيها على بعضها. يبقى احنا كده مش هنفرد العجينة للآخر، ولا نجيب بقى طبلية كده ونفرد العجينة زي اهالينا زمان. لا، احنا هنشتغل الفطيرة هنفردها على قد ما نقدر. وطبعا هي كور صغيرة فهتتفرد حجم مناسب جدا زي اللي انت شايفاه في الفيديو. طيب هعملها هنا ايه؟ هعمل الفطيرة 7 فطاير فوق بعض كده هنفرد. وما ننساش السمنة او الزبدة اللي احنا بنورق بيها او بندهن بيها. وهنحط الكور بتاعتنا فوق بعضها. ممكن كل 5 أو 4 فطاير كده أو وحدات من الكور بتاعة العجينة نلمهم على بعض، وممكن تفرديهم كلهم على بعض وفي الآخر تلميهم. وهتشوفي معايا ازاي أنا بلمهم وبسيبهم يرتاحوا. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. هنا حطينا ايه حوالي 4 فطاير كده. هنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا بنفس الشكل ده. وهنا كنت لميت الكمية اللي انا عملتها، ودي اخر واحدة كده في الفطيرة الاولانية هنفردها. وهنلم بقى الفطيرة كلها على بعضها، او العجينة بتاعتي بتاعت الفطير على بعضها عشان نسيبها ترتاح. وحابة اقولك كمية السمنة انت اللي بتتحكمي فيها. لو مش حابة ان هو يكون دسم قوي ممكن كوباية او نص كوباية من السمنة تستخدميها، مجرد بس ان انت
بت بتنسّمي العجينة كده أو الفطيرة بتاعتِك بالسمنة، لو بتحبيه يكون غرقان سمنة بتزوّدي كمية السمنة، يعني دي حاجة ترجع لِك. طيب إحنا هنا كده تمام التمام والعجينة حابة تفرديها في الصينية وتسيبيها ترتاح تمام. حابة إن أنتِ دي آخر واحدة معانا كده في الفطيرة اللي جات بقى إيه، حبيت إن أنا أزوّدها كده يعني في الآخر. ما تتقيديش بعدد معين، كل ما هتزودي في عدد الفطاير أو قطع العجين اللي هتعمليها منها الفطيرة، كل ما هيديكي فطيرة حجمها كبير، كل ما هتقللي هيديكي فطيرة في الحجم أصغر، وكمان هتكون هشة وتكون أخف. هنا عندي صينية متوسطة مقاس 32، هنزل فيها كده بالفطيرة بتاعتي، وزي ما قلتلك حابة تسيبيها كورة سيبيها ترتاح، حابة تفرديها كده نص فردة، أنا هنا بس سبتها نص فردة كده وهسيبها ترتاح، وبعد كده هنرجع لها تاني. ودي أول فطيرة هتخش معانا الفرن لأن هي أول فطيرة خلصت معانا. هنا بدأنا في الفطيرة التانية. كل اللي أنا حبيت أعمله إن حبايبي اللي لسه مبتدئين أو البنات الصغيرين اللي هم نفسهم يعملوا الفطير المشلتت بس بيخافوا منه، حبيت إن أنا أوريهم الطريقة بالتفصيل الممل عشان يشوفوا كل حاجة قدام عينيهم. وما تخافيش لو الفطيرة وانتي بتفرديها اتقطعت منك، مفيش مشكلة، ما تزعليش وما تتضايقيش. كل ده بيتدارى في يعني العجينة أو في الفطيرة وإحنا بنلمها مع بعض. أظن دي طريقة سهلة وبسيطة وسريعة كمان، مش هتاخد منك وقت، وكيلو دقيق هيطلع لك من فطيرتين ل4 فطاير على حسب الحجم اللي انت تحبيه. وتقدري كمان تكبري الكور لو انت حابة ان هي حجمها يكون اكبر من كده. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده للفطير بس عملناه بالفرد العادي، طريقة الفرد العادية والتوريق العادية، بس حبيت ان انا اشارككم الفيديو ده بطريقة فرد جديدة وسهلة، واي حد ممكن يعملها. وما تخافيش خالص زي ما قلتلك لو اتقطعت ولا حاجة، ده شيء عادي ووارد جدا. فردنا بقى كده كمية من الكور بتاعة الفطير أو العجينة بتاعتنا وهنلمها مع بعض. طب هنلمها ازاي؟ سهل جدا. هنلم كده الفطاير اللي على بعضها دي كده زي ما انت شايفة، وهنعملها كورة وهنسويها كده زي ما انت شايفة كده، وهنعمل بقى بقية الفطاير بتاعتنا بالشكل دوت. شايفة العجينة سلسة جدا وطيعة في التشكيل لأنها مرتاحة كويس جدا. يبقى احنا أول حاجة قلناها سر من أسرار نجاح الفطير العجن التمام، وإن احنا نخدمه كويس، وإن احنا نريحه فترة كافية. هنعمل بقى آخر فطيرة معانا كده وهنسيبهم يرتاحوا برضو حوالي نص ساعة. وطبعا قبل ما ندخله الفرن بنكون مشغلين الفرن على أعلى درجة حرارة. الفرن يا حبايبي الفرن لازم يكون شغال على حامي يعني ودرجة حرارة عالية. الفطير ما بياخدش وقت في الفرن، يعني حوالي 10 دقايق وبيطلع، بس لازم يكون داخل على نار عالية. لو دخلتيه والفرن بارد هيعضم معاكي وهيطلع ناشف، وطبعا مش هيكون حلو. لازم يكون الفرن بتاعك حامي. لو هو بدرجة حرارة اعمليه على درجة حرارة 220 أو أعلى درجة حرارة عندك. طبعا بشغله من تحت بس لحد ما الاقي القاع بتاعه كده بدأ يحمر، ببتدي ان انا اشغله الشواية. ولو عندك الفرن بيشتغل من فوق وتحت يبقى خير وبركة.
هتشغلي الاتنين مع بعض. لو الوش اتحمر قبل القاع بتاعه بتحاولي كده ان انتي بتغطيه بورق زبدة ولا حاجة، بحيث ان الوش ما يتحرقش قبل القاع بتاعه او الارضية ما تستوي. خلاص كده هنلم بقى الفطيرة بتاعتنا بنفس الطريقة. هنلمها كده يمين وشمال. طبعا احنا مورقينها بالزبدة بتاعتها او بسمنة التوريق، وغرقانة سمنة، فمش هندهنها سمنة غير بقى الا لما ندخلها الفرن. ويا سلام لو عندك بقى شوية قشطة كده بلدي تدهنيهم على الوش، تبقى تركاية حكاية. هنا بقى كده دي كانت اول واحدة معانا ارتاحت، وهنبتدي ان احنا نفردها كويس جدا. بقى هنسيب اللي احنا عملناهم في الاخر دول يرتاحوا، وزي ما انتوا شايفين بعد ما قعدوا فترة ارتاحوا. هنبتدي بقى ان احنا ندخل اول واحدة معانا، هنفردها وندهنها، ندهن وشها من سمنة التوريق او السمنة والزبدة اللي احنا عاملينهم خليط على بعض. انا هنا في الفيديو هنا عملت خليط عبارة عن سمنة وزبدة وسنة بسيطة من الزيت. لو مش حابة تحطي زيت ما تحطيش، ما عندكيش زبدة مفيش مشكلة، عندك سمنة نباتي استخدميها، مفيش مشكلة، اللي متوفر عندك استخدميه. هندهن بقى كده الوش بتاع الفطيرة، وزي ما قلتلك الفرن بيكون شغال قبلها ب10 دقايق لربع ساعة، فرن حامي جدا، وبدخله في الرف الوسطاني او اللي هو الرف التاني، رف من تحت، وبتابعه عشان طبعا التسوية بتاعته تكون سليمة. هنا دخلناه تمام كده زي ما انتوا شايفين بدأ يقب معايا، بدأ يقب معايا. اول ما يطلع الفطير يا حبايبي بحطه في كيس نايلون نظيف، وبغطيه بفوطة كويسة عشان يتن طري وما ينشفش معايا، وباخد منه على حسب الاحتياج. وطبعا ممكن لو عاملة كمية تخزنيها في الفريزر وتطلعيها، مجرد ان انت تسخنيها في الميكروويف بيبقى زي ما تكوني لسه عاملاه وطالع من الفرن. زي ما انت شايفة الفطير معايا مورق ولونه يفتح النفس، ما شاء الله تبارك الله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، وما تنسوش إخواتنا اللهم انصرهم وسدد رميهم اللهم أمين، وما تنسوش الدعاء لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.